حاجات بسيطة جدا جدا. يعني انت معصبة عليه ليه؟ عشان كسر الكوباية. لما يكسر الكوباية اول حاجة تقوليها له انت بخير، انت كويس، في حاجة حصلت لك، تطمني عليه هو. وبعد كده انت وهو هتلموا الكوباية، عشان يعرف لما يغلط هيتحمل نتيجة أغلاطه، لما يغلط هيصلح أغلاطه، لما يغلط يتعلم من غلطه وما يكررهوش مرة تانية، لأن هما بيتعلموا الحياة. تخيل مثلا لو انت شغال في شركة وبقالك 10 سنين وجي موظف جديد، الموظف الجديد ده احنا مش هنسيب له السايب في السايب، بس هنوجهه لغاية ما يبقى معانا على نفس التراك. ده بالظبط اللي بيحصل. ابن المراهق لسه بينتقل من مرحلة لمرحلة، اديله افعل ولا تفعل، لا انا بوجهه، بعلمه، بحتويه، بقرب منه. ده هيفرق جدا. العقاب لازم يبقى متفق عليه، احنا متفقين ان انت لو عملت كده هيحصل كده، ومش من اول مرة. يعني ممكن هو يعمل حاجة، غلط في حاجة، هنعاقبه من اول مرة؟ لا، مش هنعاقبه من اول مرة، هنفهمه ان ده غلط، ده غلط، ولو عملته مرة تانية العواقب بتاعته هتكون كده. فهو اتعلم ان انا لو غلطت المرة دي، المرة الجاية هيكون في عواقب. فانا بما ان انا بحب ماما وبابا اللي بيساندوني، بيحبوني، بيدعموني، زارعين ثقة فيا، بيعلموه ازاي يفرغ مشاعره، ده كله هيفرق جدا جدا.